الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في قراءة سورة البقرة والتعليق على ما ييسره الله تبارك وتعالى. وصلنا عند قول الله تبارك وتعالى في شأن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة، فاشتروا الضلالة أي أخذوا الكفر، بالهدى أي تركوا الإيمان. اشتروا الضلالة بالهدى أي أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. ونحن نعبر بهذه العبارات. العوام عندنا يقولون والله أنا شريك، فلان شاري زوجته، وأيضا يعبرون بالبيع، يقول والله باع زوجته وباع عياله وباع، يعني ترك هذا الشيء. فهم اشتروا الضلالة بالهدى، وهذا يدل على أن الله عز وجل بين لهم الحق وبين لهم طريق الضلالة، لكنهم استحبوا العمى على الهدى. وهذا شأن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، وكذلك شأن الكفار، لأن المنافقين جنس من أو نوع من أنواع الكفار. فهم اشتروا الضلالة بالهدى. إيش الهدى هنا؟ الهدى هو ما بينه الله تبارك وتعالى فيما تقدم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. فالهدى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعمل الصالح. دل هذا على أن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هو الحق، وهو الأسلم، وهو الأعلم والأحكم. ولهذا قول للمتكلمين الذين جاءوا بعد الصحابة بقرون فتركوا علوم الصحابة وما عليه أهل الإسلام، وتمسكوا بقواعد الفلاسفة والمتكلمين والضالين من اليونان وغيرهم، فحكموا قواعد الفلاسفة في كتاب الله تبارك وتعالى، فوصل بهم الحال وآل أمرهم إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى وتأويلها والعبث بالنصوص الشرعية ومخالفة السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأهل الإسلام ولأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كيفية الغسل من الجنابة وقضاء الحاجة وآداب دخول الخلاء وما يستحب عند ذلك وما يكره وما يحرم وما يجب، هذا عند قضاء الحاجة، فكيف بأمور المعتقد وما يعتقده المسلم في ربه جل وعلا وخالقه؟ لا شك أنه بين البيان المبين. فجاء هؤلاء المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، فزعموا أنهم بقواعدهم الباطلة ونفيهم للصفات أو تأويلها زعموا أنهم على الحق. طيب، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الصحابة، هذا إيمان الصحابة. قالوا بعبارة باطنها قبيح، قالوا مذهب أو ما كان عليه السلف، مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف، ويعنون بالخلف الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم، قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول نحن علمنا ما لم يعلمه هؤلاء وأحكمنا الأمر، يعني معناه أن السلف كالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ليس عندهم علم ولا حكمة، وأنتم أحكم منهم وأعلم؟ لا والله. ففي هذه الآيات رد على المعتقدات الباطلة التي نشأت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان الصحابة يعرفون المعتقد الصحيح؟ نعم، يعرفونه تمام المعرفة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم الدين كما تقدم، وبين لهم القرآن بقراءاته المختلفة التي تسمعونها من القراء، ويعلم هذا وهذا وهذا الليل والنهار وهو يعلم عليه الصلاة والسلام، فكيف ما يعلمهم المعتقد الصحيح؟
والسلف أجمعوا على هذا المعتقد، وليس بينهم اختلاف رضي الله عنهم وارضاهم في أصول المعتقد. والذي سار عليه أهل السنة كالإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد بن الوهاب وغيرهم من أهل الإسلام. إذن هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى. الهدى كان يعرض وكان الناس يدعون إليه لكنهم زهدوا فيه. قال الله عز وجل: فما ربحت تجارتهم، ما كسبوا شيئا، ما كسبوا شيئا ولا انتفعوا، وما كانوا مهتدين، يعني بل خسروا الهداية، وهذا هو الخسران المبين. وعلم منه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم المهتدون، وأن تجارة الصحابة ومن سلك سبيلهم تجارة رابحة، وأما هؤلاء فتجارتهم خاسرة. ثم ذكر الله عز وجل حال المنافقين الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا، دعوا الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا وصاروا يتخبطون في ظلمات الضلالة عليكم السلام وهم لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها، وهم الذين أوقعوا أنفسهم في هذا. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آمنوا وادعوا الإيمان وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وقد يكون حصل لهم شيء من النور، ولكنهم عاندوا وأبوا إلا الرجوع إلى حال الضلالة، فعاقبهم الله عز وجل بالطبع على قلوبهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فقال الله عز وجل فيهم: مثلهم حالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. حالهم كحال الذي استوقد نارا، يعني جماعة أوقدوا، أي أوقد أحدهم نارا في ليلة مظلمة، وأوقدوا هذه النار العظيمة للدفء وللإضاءة، فلما أضاءت ما حوله سطعت النار وأنارت ما حوله وأبصر، حصل لهم شيء من الإبصار، ذهب الله بنورهم، انطفأت وأعتمت وأظلمت. فكذلك هؤلاء المنافقون رأوا شيئا من النور ولكنهم عاندوا وتركوا زهدوا في الحق، اشتروا الضلال بالهدى كما قال الله عز وجل، فعادوا إلى الظلام. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وصار أصحاب هذه النار في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج، وكذلك المنافقون. ثم ذكر الله عز وجل حالهم في عدم الانتفاع بالحق والنطق به. الله عز وجل: صم بكم عمي، أي هم صم عن سماع الحق، سماع تدبر، ما يسمعون سماع تدبر. ولهذا قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهم لا يسمعون سماع قبول واستجابة كسماع أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا سماع أهل القلوب المخبتة. قال الله عز وجل: صم بكم، يعني بكم عن النطق بالحق، والبكم الخرس، عمي عن إبصار نور الهداية فهم لا يرجعون، يعني من أجل ذلك الذي حصل لهم الصمم والبكم والعمى لا يرجعون، لا يمكن أن يرجعوا إلى الإيمان الذي تركوه وأبصروه. ومن يضلل الله فلا هادي له، فمن يهدي من أضل الله؟ أضلهم الله عز وجل بعد أن علموا الحق. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فهؤلاء المنافقون رأوا الحق وتركوه،
فهم لا يرجعون كما قال الله عز وجل، لا يرجعون إلى الحق والإيمان والهدى والنور الذي تركوه واستعاضوا عنه بالضلال كما تقدم، اشتروا الضلالة بالهدى. يقول ابن عطية رحمه الله: فهم لا يرجعون ما داموا على الحال التي وصفهم الله تبارك وتعالى بها، وإلا قد يتوب الله عز وجل على بعضهم كما قال الله عز وجل: فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وقد تاب جماعة من المنافقين، ولكن من بقي على حاله تلك وعناده فإن الله عز وجل لا يهديه ولا يرجع إلى الحق. وقد أخذ من هذا بعض أهل العلم أن من شابه المنافقين من أهل البدع وادعى أنه مصلح وهو مفسد بما أحدثه من البدع والضلالات والآراء الفاسدة ونفي صفات الله وتأويلها، ويزعم أنه مصلح وأنه يريد الخير، وباطن الأمر ضلال ومعاندة ومخالفة للسلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم، ففيه شبه بالمنافقين. فيقول إن الغالب على هؤلاء أهل البدع عدم الرجوع لمشابهتهم المنافقين كما قال الله عز وجل في المنافقين: فهم لا يرجعون. ويروى أن الله عز وجل احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فغالبا أنهم لا يرجعون، يصعب رجوع المبتدع لأنه يرى أنه على الحق والشيطان يزين له ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا قيل لبعض السلف: إن فلانا من رؤوس المبتدعة قد رجع وتاب. قال: انظروا في أي حفرة يقع فيها، تاب من بدعة ويقع في بدعة أخرى. يرحمك الله. ولا شك أن المسلم يخاف من هذا شد الخوف إذا علم أن الله عز وجل قد يطمس على قلب العبد فلا يستطيع الرجوع ولا العمل بما كان عليه. هذا يدل على أنه يتمسك بالحق شد التمسك، لأن قد يكون على خير وعلى صلاة وعلى عبادة وتنسك وذكر لله تبارك وتعالى، فيزهد في هذا ولا يرى نعمة الله عز وجل عليه، وهي أعظم النعم نعمة الهداية. يقبل على معصية الله تبارك وتعالى والتهاون، ويفعل الأمور القبيحة الشنيعة غير هياب ولا خائف ولا وجل، فقد يعاقب بالطمس على قلبه ويريد أن يرجع ما يقدر يرجع. ولهذا يروى أن رجلا كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله، رجلا كان من يعرفون بالزهد والتعبد وقراءة القرآن، ولكن قد يكون عنده شيء من الأمور الخفية في القلب من الرياء وغير ذلك. المقصود أنه خرج مع المسلمين لمجاهدة النصارى، فاطلعت امرأة من النصارى وضيئة وجميلة ففتن بها، ويكلمها وهي من وراء الحصن ويريدها، فقالت: حتى تدخل إلينا كيف أطلع لك؟ فدخل إليها وكلمها فقالت: لا أكون من نصيبك إلا إذا كنت على ديني، هم نصارى. فترك دين الإسلام من أجلها وأطلع على المسلمين مع النصارى، فذموه أشد الذم. فرؤي بعد ذلك بسنين قال: يا فلان، القرآن الذي كنت تحفظه والخير ما تذكر من شيء؟ قال: لا أذكر إلا هذه الآية، وهي في سورة الحجر: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني بيجيهم وقت في يوم القيامة إذا رأى عقوبة المرتد والكافر يود ويتمنى: يا ليتني كنت من المسلمين. فنسأل الله عز وجل يهدينا وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.